هو ايه الفرق بين التملك الحر والتملك المؤقت او بالايجار اللي هو الفري هولد والليز هولد؟ مش كل واحده في دبي تقدر تشتريها للابد، في اماكن بتملكها وفي اماكن بتستاجرها لمده 99 سنه او ممكن الرقم ده يختلف، وانت بتبقى فاكر نفسك هنا اشتريت. رقم واحد الفري هولد هو الملكيه الكامله، يعني تقدر تبيع، تورث، تأجر وتجدد باسمك مدى الحياه. رقم اتنين الليز هولد هو بعقد ايجار طويل الامد، غالبا بيبقى 99 سنه، وبعد ال 99 سنه لازم يتجدد يا اما بيرجع تاني للمالك الاصلي. في مناطق معينه بتبقى فري هولد، وفي مناطق معينه بيبقى بعضها ليز هولد وبعضها فري هولد، وفي مناطق بتبقى ليز هولد فقط ممنوع فيها التملك للاجانب. ليه ده مهم انك تعرفه؟ لان قيمه اعاده البيع، قيمه التاجير وحتى التمويل بتختلف ما بين النوعين. الخلاصه قبل ما تشتري اسال المنطقه دي فري هولد ولا ليز هولد. وبالمناسبه مؤخرا في بعض المناطق في دبي كانت ليز هولد وتحولت بعد كده لفري هولد، بس المهم انك لازم تبقى عارف المعلومه دي.